الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فكأنه يحكي إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يعد عندهم كافرا. لم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك ورد نفس الأثر عن جابر رضي الله عنه. وهذا عمر بن الخطاب في مرض موته يوصي بالصلاة فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبله. قال عمر: الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة الصلاة ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان جميع الصحابة حاضرين. يقول ابن القيم رحمه الله: لما قال عمر هذه الكلمة بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، قال: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن كل الصحابة يعدون تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول العلماء: هؤلاء لم يتركوا الصلاة ولكن أخروها عن وقتها. هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الوعيد لم يتركوها بالكلية لكن أخروها حتى خرج وقتها. ويقول الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لما حكى الله عز وجل عن أنبيائه موسى وعيسى وإسماعيل والأخيار من عباده قال: فخلف من بعدهم، أي جاءت من بعدهم خلوف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. يقول علماء اللغة: الخلف بتسكين اللام هو المتبع في الشر، والخلف بفتح اللام هو المتبع في الخير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بفتح اللام خلف. أما الخلف بسكون اللام فهو المتبع في الشر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي هو العذاب الشديد. ومن العلماء من قال بأنه واد في جهنم والعياذ بالله. فالصلاة شأنها عظيم، وتارك الصلاة يخشى عليه والعياذ بالله. لذلك حكم لازم على الزوج أن يعتني بشأن الصلاة ويوصي زوجته وأولاده بالصلاة ويحرص على ذلك. هذه وصيتي للزوج. أما وصيتي للزوجة فأقول لها: إن من واجبك وحقك أن تحرصي على طاعة زوجك. من واجب الزوجة أن تحرص على إرضاء زوجها وعلى طاعته. وقد وردت نصوص كثيرة تحث على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحديث من حديث معاذ رضي الله عنه: ومعاذ كان قد ذهب إلى الشام فوجد أساقفة النصارى ورهبان اليهود يسجدون لعلمائهم ولفقهائهم، فسألهم عن ذلك فقال: كذلك كان أنبياؤنا يفعلونها ولا تجيبه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فهذا كذلك تهديد شديد لمن تسخط زوجها ولا تؤدي حقه. ومن الأحاديث كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ بمعنى: ألا أخبركم بالنساء اللاتي إذا اتصفن بأوصاف يكن من أهل الجنة؟ الولود العؤود على زوجها. الودود العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تمسك بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. لا أذوق غمضا، وغمضا وغماضا بمعنى لا أذوق النوم.
فعيناي لا تريان النوم حتى ترضى عني. الولود أي التي تلد، الودود التي تتودد إلى زوجها، دائما تحرص على ما يجلب محبته ورضاه. الودود العؤود على زوجها، أي التي تعود على زوجها بالخير والنفع، التي إذا آذت أو أوذيت، بمعنى في الحالتين تلتمس هذا الزوج، إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تمسك بيد زوجها فتقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. فينبغي على المرأة العاقلة أن تحرص على إرضاء زوجها وعلى طاعته، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله كلاما معناه: ينبغي للعاقلة إذا وجدت زوجا يلائمها أن تحرص على مرضاته، وتحرص على التودد إليه والتحبب إليه، وأن تتجنب ما يسخطه، فإنه يوشك إذا أتت بما يكره أن يفارقها، وقد يجد ولا تجد، بمعنى أنه إن طلقها لا قدر الله فقد يجد وهي قد لا تجد. قال فقد يجد وقد لا تجد. قال والمستحسن قد يمل، فكيف بالمكروه؟ الإنسان إذا كان مستحسن ما عندكش مع شي مشاكل، ولكن لطول الصحبة والعشرة قد تمله، يجد لك الملل، فكيف بما يكره؟ بمعنى أن دوام العشرة لا بد فيها من شيء من النزاعات ولا بد فيها من المشاكل، فالزوجة تحرص على إرضاء زوجها، والزوج يحرص على المعاشرة بالمعروف كما قدمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالزوجة قد يكون لها محاسن ومساوئ، فرجح بين الكفتين، فإن غلبت كفة المحاسن فهذا خير، وحتى إن غلبت كفة المساوئ فالإنسان يقدر المصلحة، هي مصلحة في أن يفارقها أو أن يديم العشرة معها. وفي الغالب أن الأزواج الذين يلجؤون إلى شيء لا تحمد عقباه تكون مساوئ المرأة قليلة نادرة، لكن يغطي المحاسن فلا يرى إلى المساوئ، وهذا ظلم وليس بعدل. فالعدل يقتضي أن يقارن ويوازن بين محاسن الزوجة ومساوئها، فإن كرهت منها خلق ففيها أخلاق كثيرة قد تحمد. هذه وصيتي للزوجة، ووصيتي لأبوي الزوجة وأبوي الزوج أن يحرصا على وصية ابنيهما بما فيه صلاحهما وصلاح الزوج أو صلاح الزوجة، بمعنى أن والد الزوج ووالدة الزوج يحرصان على أن يوصي ابنيهما بما فيه صلاحه وصلاح زوجته، وكذلك أبو الزوجة وأم الزوجة يحرصان على أن يوصيا ابنتيهما بما فيه صلاحها وصلاح زوجها. فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي أن الرجل يعظ ابنته ويوصيها بما فيه صلاح زوجها. وأورد في هذا الباب حديث الإيلاء، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ربما يقول القول فيراجعه أزواجه، وهذه كانت عادة الأنصار ولم تكن عادة القرشيين. فلما أخبر بذلك قال عمر: خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمع عليه ثيابه حتى نزل إلى بيت حفصة، فقال: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغاضبيه ولا تراجعيه، وسليني ما بدا لك. إذا بغيتي شي حاجة جي عندي وسوليني، لكن لا تغاضبي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، بمعنى أجمل منك، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة.
قال لها ما تغركش عائشة أن كانت أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من الحديث وعمر رضي الله عنه قال ولا يغرنك أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك. نحن نقول الضرة وهي المرأة الثانية أو الثالثة، والأولى والأحسن أن يقال الجارة. لذلك محمد بن سيرين كان يكره أن يقال ضرة ويؤثر أن يقال جارة، قال لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، كل واحدة برزقها، لكن يقال جارة، وهذا من لطيف تعبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أن عمر وهو الأب يوصي ابنته وهي الزوجة بما فيه صلاحها وصلاح زوجها. هذا نموذج الأب. أما نموذج الأم فيمكن أن يستشهد بوصية أمامة بنت الحارث، بوصية أمامة لابنتها، وقد زفت إلى ملك كندا، بغيت تزوج بها الملك ديال كندا. ومما ورد في وصيتها أنها قالت أي بنية لو كانت امرأة تستغني عن زوجها لغنى أبويها لكنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن الرجال للنساء خلقوا والنساء للرجال خلقن، إلى أن قالت فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. وهذه وصية غالية، قالت كوني له أمة أي احرصي على طاعته، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، يكن لك عبدا وشيكا أي يوشك أن يبادلك نفس الخدمة ونفس الأخلاق التي تعاملينه به. وهذا نلمسه في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه استوصوا بالنساء خيرا في حجة الوداع فإنهن عوان عندكم. عوان بمعنى أسيرات، فالزوجة ينبغي أن تكون كالأسيرة تتبادل بزوجها وتتحبب إليه حتى يتبادلان الطاعة ويتبادلان نفس الأخلاق. فالشاهد أن هذه وصية أم لابنتها وهذه وصية أب لابنته، فلا ينبغي للمرأة أن تفسد ابنتها على زوجها. تجيها مثلا البنت وتقول لها راه وقع لي كيت وكيت، عوض ما تنصحها وتحثها على طاعة الزوج تتعاود تزيدها، تقول لها على انت تصلحي لهذا الشيء، على ما هو تيدير ليك وعلى هو من جا وكذا، فتشعل فتيل الخصومة والشجار بينهما. هذه باختصار وصيتي لأبي الزوجة وأم الزوجة وأبي الزوج وأم الزوج، ووصيتي للإخوان الذين يحضرون أمثال هذه المناسبات أن يقولوا للعريس الدعاء الذي ذكرناه في بداية هذه الكلمة، وهو بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وأن يعلمها بعضنا بعضا حتى تنتشر ويحفظها الكل إن شاء الله. كذلك من وصيتي مما أوصيهم به أن في مثل هذه المجالس تظهر بعض العادات التي تخالف الشرع، منها ما عمت به البلوى من شرب الناس بشمائلهم. تلقى واحد المجموعة ديال الناس يشربوا بالصغير. بالنسبة للأكل الحمد لله ما فيه مشكل، عامة الناس يأكلون باليمنى موافقة للسنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة كل بيمينك وكل مما يليك. لكن الإشكال في الشرب، بعض الناس مثلا تكون أتاي إلى المناضة تشربوا باليسرية عادي، ولكن هذا أيضا مخالفة للسنة. فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليعطي بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. فهذه وصيتي بارك الله فيكم أن نحرص على هذه السنة وأن يوصي بها بعضنا بعضا. فالسنة والشرع أن نأكل بالأيمان ونشرب بالأيمان. بعض الناس يقول لك سيدي راه إلا شربنا باليسرية إلا شربنا باليمنى راه الكيسان تيتسخوا، هذا ماشي عذر، إلا تسخ الكاس راه غادي تغسل ماشي مشكل. مسألة أخرى تيقول لك على اليسرية ما خلقهاش الله، راه اليسرية خلقها الله، وراه حتى رجلين تا ما خلقهم الله، إلا بياكل الإنسان تياكل برجليه تا ما خلقهم الله.
ولكن الذي خلق اليمنى واليسرى أمرك أن تشرب وتأكل باليمنى وأن لا تأكل وتشرب باليسرى، بمعنى هذه ماشي أعذار. إذا جاء الدليل وورد الشرع لا ينبغي أن نقدم بين يدي الشرع، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ووصيتي كذلك للحاضرين، وهي سنة تغيب عن الكثيرين، وقد بوب عليها البخاري رحمه الله: باب الهدية للعروس. فيستحب هذا الإنسان إذا كان قادما على وليمة أو ذاهبا إلى مناسبة العرس يستحسن أن يأخذ معه هدية فيهديها إلى صاحب العرس، وهذه سنة بوب عليها البخاري. وأورد حديث زينب في مناسبة وليمة زينب رضي الله عنها أن الصحابة أتوا بهدايا، وكذلك في وليمة صفية بنت حيي فالصحابة كل واحد منهم أتى بزاده حتى اجتمع الطعام الكثير فأولم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن صاحب العرس إذا أتاه إخوانه كل بهدية فإن هذا يدخل عليه السرور ويدخل عليه الانشراح ويشجعه على أن يدعو إخوانه. فهذه إشارة ووصية حببت أن أوصي بها إخواني. بقيت آخر وصية، وهي وصية لي وللعزال مثلي. نقول: من وجد منهم الاستطاعة فليتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أقتصر على هذه الإشارات وأقول ما سمعتم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا في هذا العرس، وأن يقر عينه بأهله، وأن يقر عين أهله به، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا ممن يتقيه حق تقاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة
الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فأما من طغى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جيب لي الفرشة ما أكثر قاعد ولي كثير إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف